طيب وهجمه اهي يا حاجه يا باشا، معلش يعني الاستاذه دي تقريبا محتاجه تطلع بره. السلام عليكم، معاكم يوسف واهلا بيكم في فيديو جديد من اف سي 26. طبعا يا شباب انا عملت حاجات كتير جدا يعني بعد الحلقه اللي فاتت اللي انتوا شفتوها، وكان يعني مستوانا يعني تعبان شويه بسبب الفريق. فانا عملت حاجات كتير جدا وكسبت فلوس وفتحت كمان الترانسفير ماركت عشان كان مقفول، ودلوقتي جه الوقت عشان افتح معاكم جوائز الرايفلز. اول ما جت يا شباب انا قلت افتحها معاكم يعني على طول، فدلوقتي خلينا ندخل ونستلم جوائز الرايفلز ونشوف هيطلع لنا ايه. طيب دلوقتي انا عايز اقول لكم ان انا طلعت الديفيجن 8، وخلينا دلوقتي نشوف ايه الجوائز اللي موجوده. زي ما انتم شايفين هيجي لنا 10 لاعبين فوق ال 75، وكمان هنقدر ان احنا نختار من وسط 3 لاعبين فوق ال 80، وهنختار كمان مرتين، وجات لنا بريميوم جولد باك وجالنا 4500 كوين. فاعتقد جوائز حلوه جدا يا شباب. نبدا بيها الحلقه كده ونشوف هنعمل ايه. دلوقتي بسم الله خلينا نختار اول لاعب من وسط 3، يعني بسم الله نبدا كده من على اليمين نشوف كده بسم الله، يعني نشوف اللاعب كده ماشي. طبعا يا شباب هي دوري فرنسي، ويعني بصراحه مش هتظبط قوي مع الناس اللي معايا في التشكيله. انا لسه ما وريتكمش اصلا التشكيله، هم مش عارف ليه كلهم يعني مصرين يدوني كلهم بنات، طب مش عارف ليه. طيب يا شباب احنا ما طلعناش حاجه حلوه بصراحه، بس انا مش عارف يعني اختار ايه. اعتقد اللي اسمها باتشا دي عشان بس السرعه بتاعتها 88، انا عارف انها مش هتربط مع الناس اللي عندي في التشكيله، بس هي يعني طاقتها كويسه شويه. فمش عارف، تقريبا اختارها هي بقى وخلاص. خلينا كده نختارها ونشوف الجائزه اللي بعدها يعني هترسى على ايه ان شاء الله. طيب دلوقتي خلينا نختار الاختيار اللي بعده ونشوف بقى، نبدا برده من اليمين ونشوف هنعمل ايه. اول واحد يا شباب كاتوتو، معرفش مين دي بصراحه، بس هي طاقتها جامده جدا، يعني 88 دي جامده جدا. عندنا شباب تاني واحده، وغالبا اللي على اليمين دي هي اللي هختارها. كوبو ده معرفوش ولا عمري سمعت عنه اصلا، وسبيتسي دي برضو عمري ما سمعت عنها. فاحنا هنختار يعني احسن حاجه خلاص اللي هي 88. المهاجمه دي بصراحه يعني طاقتها حلوه جدا جدا، فممكن احنا نلعبها اصلا اساسي يعني، حتى لو مش هتربط مع باقي اللعيبه، بس هي برضه هتبقى خفيفه في الملعب وكده. فدلوقتي خلينا نختارها ونشوف بقى باقي الحاجات اللي جات لنا يعني كده. نختار بس الاثنين دول، ودلوقتي بقى معانا 13500. انا اعتقد ان دول يجيبوا لنا لاعب كويس اصلا من الماركت يعني. وخليني دلوقتي يا شباب اوريكم التشكيله بتاعتي، التشكيله اللي انا عدلت فيها كتير جدا اصلا عشان احسنها، وده اللي وصلت له زي ما انتم شايفين. يعني خليت الريتنج بتاع التشكيله 82. اشتريت شويه لعيبه زي جافي وسون، وكمان الظهير دوت اللي اسمه جايا. يعني اشتريت 3 لعيبه بالظبط، وخليت التشكيله كده شويه يعني انجلترا على اسبانيا وكده يعني. والكيمستري بتاعتي بقت 24، يعني مش عارف ده رقم حلو ولا وحش، يعني اعتقد ان هو متوسط شويه. ودلوقتي جه دور ان احنا نكتشف المهاجم اللي جات لنا دي، يعني لو حطيناها يبقى الكيمستري كام وهتظبط الدنيا ولا ايه. شوفوا هو الاوفرول بتاعها 88 مقارنه بايوزي اللي انا حاطه ده 83، وبصراحه هي اكيد اخف مني بمليون مره. ولكن يا شباب الكيمستري هينقص، هيبقى يعني 21 بدل 24، فدي حاجه سيئه بصراحه. ولكن احنا ممكن نجربها كده ماتش ونشوف هتعمل معانا ايه. خلينا دلوقتي يا شباب بسم الله نبدا اول جيم كده في الرايفلز ونشوف كده، يعني هنحاول نوصل اصلا للديفيجن اللي بعد كده، عشان انا تقريبا مش فاضل لي حاجه. يعني زي ما انتم شايفين فاضل لي ماتش واحد بس هكسبه وهطلع للديفيجن 7. انا مش عارف اصلا ازاي وقفت معايا على ماتش، يعني كان المفروض اكسبه اصلا قبل ما الجوائز تيجي عشان اخد الجوائز بتاعه الديفيجن 7، بس يلا مش مشكله. دلوقتي خلينا ندخل ويعني ربنا يسترها كده ونعرف نلعب ونطلع الديفيجن اللي بعده بسرعه. طيب بسم الله كده يا شباب هنبدا، وزي ما انتم شايفين تشكيلته يعني قويه حبتين 3 4 5، يعني قويه اكتر مننا بكتير. ومعاه واتكنز، ويعني ليله كده هتتعمل علينا ان شاء الله النهارده، بس ان شاء الله نفلت منه يعني ونعرف نكسب باذن الله. انا مش عارف ليه دايما اخر ماتش بيطلعك على الديفيجن اللي بعده بيبقى عامل كده، يعني بيبقى يجيب لك فريق قوي جدا ما تعرفش انك انت تنافسه عشان بس ما تطلعش الديفيجن اللي بعده، ما اعرفش ليه. فخلينا دلوقتي نبدا كده نقول بسم الله ونشوف المهاجمه الجديده دي هتعمل معانا ايه. يعني بسم الله كده هي بادئه معانا حلو، ونشوف بقى كده بعد الفريق ما تحسن يعني. وماشي المهاجمه يعني الظاهر ان هي لسه ما خدتش على الاجواء، ماشي مفيش مشكله، يعني اول فرصه ومش مشكله، مش هناخد قرارات دلوقتي ولا نطلعها بره ولا اي حاجه. خلينا نصبر كده ونشوف هتعمل ايه. يا شباب هم لعيبتهم اسرع مننا بكتير جدا، يعني بيلعبوا الباص كده في ثانيه. احنا شوف احنا زي ما انتم شايفين يعني مهما عملنا في التشكيله دي مش راضيه تظبط، مش فاهم ليه يعني. وزي ما انتم شايفين هيجي فينا الهدف الاول وحاجه، يعني انا عارف الحاجات اللي بتحصل دي عارفها كويس. ومعاه سام كير من يعني بطله الجزء بتاع 23، ويعني الدنيا معاه حلوه جدا، فان شاء الله ربنا يسترها يعني على اللي احنا بنعمله ده. طيب احنا دلوقتي بقى نبتدي نلعب بجد، عشان انا خلاص يعني كفايه خساره كده اللي خسرناها الماتش اللي فات، قصدي يعني في الحلقه اللي فاتت. نبتدي نكسب. البنت الجديده دي خفيفه بس يعني مش عارف ضيعت الفرصه دي ازاي. ماشي يعني ماشي، لكن طبعا احنا رغم كل الظروف دي ان شاء الله هنكسب الماتش ونطلع الديفيجن اللي بعد كده عشان نخلص من الليله اللي احنا فيها دي. خلينا نشوف البنت دي كده هتعمل ايه. ما عملتش حاجه. طيب هو اول ما بيمسك الكوره يا شباب شايفين النت بيعمل ازاي، انا مش فاهم ليه يعني. دي حاجه بقى انا خلاص اللعبه دي بقى مشكوك في امرها، يعني ما اعرفش انا ايه المؤامره اللي معموله دي. زي ما انتم شايفين اول ما بمسك الكوره النت يعني خلاص بيتعدل شويه، لكن هو لما بيمسك الكوره ما اعرفش ايه اللي بيحصل له.
هنبتدي هجمه مرتده زي ما انتم شايفين. سون انا عاجبني سون، يعني ان هو خفيف كده وسريع. مش عاجبني سون. سون اسوأ واحد في الملعب كله. طيب نرجعها تاني لسون ونديله فرصه تانية، يعني معلش فرصه تانية، فرصه تانية. هجمه تاني من دول وهتطلع بره، مش هتنزل الملعب تاني، مش هتشم النجيله بتاعت الملعب دي تاني يا سون، اوعدك يعني. زي ما انتم شايفين طبعا سام كير يعني له فرق واضح جدا من اللعيبه بتاعته واللعيبه بتاعتي، ولكن ان شاء الله احنا يعني رغم التحديات دي كنسلوا اللي انا قلته، يعني ما حدش يصدق اي حاجه انا بقولها، معلش. الشباب لعيبته اسرع مني بكتير، يعني انا عندي واحد اصلا في خط الوسط اسمه باريخو سرعته 39، يعني انا لو نزلت تقريبا مشيت جنبه وهو بيجري هسبقه، مش فاهم انا ايه 39 دي. طيب دلوقتي هجمه مرتده وان شاء الله خير، يعني نعرف نعمل حاجه، عشان انا خلاص يعني من كتر المرتدات اللي عماله تضيع انا. سن يعني سن النهارده، انت النهارده يا سن مش فاهم، انا مش فاهم. طيب وهجمه اهي يا حاجه يا باشا، معلش يعني ما بتشوتش ليه؟ انا مش فاهم، والنت كان كويس. الاستاذه دي تقريبا محتاجه تطلع بره تسخن الكرسي بتاع البدلاء كده، تدفيه لحد ما نشوف مكان بقى طيب وهو هيروح طبعا يجيب التاني بعد الفرصه اللي احنا ضيعناها دي. انا مش فاهم هي ليه ما سددتش، يعني انا عمال ادوس اصلا عشان اشوط، وزي ما انتم شايفين الهدف التاني. انا عارف والله اللعبه دي خلاص يا جماعه، دي مؤامره، انا عارف هي اتعملت عليا، الجون فاضي وعديت الحارس ومش راضيه تشوط، مش فاهم ليه يعني. طيب وهيجيب هو بقى الهدف التالت وهطلع انا من الماتش. انا عارف السيناريوهات دي لازم كل حلقه نبدا بنفس السيناريو. طبعا قاعد بيتمشى براحته، خلاص الراجل كسبان 2-0 وعارف ان انا لاعيبتي ما بيشوطوش على المرمى وحاجه، يعني خلاص الهبه راحت في اللعبه دي، يعني انتهت الهبه خلاص يعني. نبتدي يا شباب الشوط الثاني بكل تفاؤل يعني ان شاء الله، وربنا يكرم كده باذن الله يعني، ونجيب 3 اهداف في شوط عشان نكسب الماتش. ازاي بقى وليه وفين وامتى ما حدش يسالني، ما اعرفش بصراحه. A few moments later. طيب احنا خدنا دلوقتي الهدف الثالث. انا بقول كده ايه يعني الزرار المعتاد اللي احنا كل يعني كل حلقه هندوس عليه مرتين ثلاثه كده ان شاء الله باذن الله. ليف ماتش ويلا نتكل على الله من هنا. عشان والله يعني كفايه خلاص اللي بيحصل فينا ده، انا اللعبه دي هتجيب اجلي قريب يعني. انتوا زي ما انتم شايفين بقى دلوقتي فاضل لنا ماتشين بدل ماتش واحد وخسرنا وحاجه، يعني بدانا الحلقه كده. انا بقول بصوا يعني خلاص كده ده نهايه الفيديو، ونقفل الفيديو على كده. لو عجبك الفيديو انزل تحت تعمل، لو يا سيدي ما عجبكش ما تعملش لا سبسكرايب ولا لايك. مع السلامه بقى، انا خلاص زهقت.